ليك اتنين مدربين معاه في الفرقه. مين يا كابتن؟ مين يا مستر مرتضى؟ انا عندي مجلس اداره دلوقتي، هنقعد وهناخد قرار. وزي ما قلت اللي انا كلمته في التليفون واعتذر في التلفزيون مش هيشوف بوابه نادي الزمالك تاني. هو في حد اعتذر في التلفزيون؟ اما انا بعرف التلفزيون، مش عارف مين اعتذر. استاذ محمد، لا انا قريت على المواقع، ما شفتش تلفزيون دي. لا ما انا بعرف، ما هو التلفزيون زي المواقع. يعني تصريح قال لك ظروف خاصه. كابتن محمد صلاح وكابتن طارق مصطفى قال يا فندم انا كلامي واضح. نادي الزمالك غني بمين؟ بلاعيبته ونجومه واولاده. تمام. بس اللي هيعتذر في التلفزيون، لان انا كلمتهم الاثنين قالوا تحت امر النادي فاعلنت خلاص. اللي هيجي دلوقتي يقول لا انا متحفظ، اقول له لا في التلفزيون لا، مالكش دعوه بالزمالك، مش هتخش، لا حتى مش هتروح تخش تلعب خماسي جوه النادي. طيب فرضا ان الراجل خلاص ماشي هيزهق ويمشي ومش موافق على يعني الجهاز اللي معاه او الناس اللي هتتعين معاه، النهارده في قعده النهارده مع مجلس الاداره هنحط كل البدائل. بس انا اطمن جماهير الزمالك المحترمه، والله العظيم اللي خد الدوري والكاس رجالتكم اللي في الملعب، العيال اللي كلت النجيله، شناوي وجنش ابو جبل لغايه باسم لخالد قمر